إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هي دي الكلمة اللي عايزين نعيش معاها لحد المغرب إن شاء الله. إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. اللي انت ما انتش عارف تاخده من ربنا طول السنه، او اللي انت مش شايف اجابته بمعنى ادق، لان والله اعلم بما وضعت، انت مش عارف ربنا بيرتب لك ايه. اللي انت ما خدتوش طول السنه ان شاء الله تاخده من ربنا النهارده باذن الله. وليعظم الرغبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليعزم المساله فان الله لا مستكره له. وانت اعزم المساله، خليك بص اطلب من ربنا باستقتال. الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، اللي احنا عايزين نعيش معاه. واحنا بص يا اخوانا، قضية الدعاء كلها هي قضية المادة الفعالة اللي في الدعاء. ايه المادة الفعالة اللي في الدعاء؟ اليقين اللي في قلبك، اليقين اللي هو علي هين، هو علي انا كل حاجة هينة كما قال الله عز وجل كل يوم ايه هو في شأن. ما فيش حد يقدر يبقى كده، مفيش حد يقدر يغير شؤون الكون بين يوم وليله، حدش يقدر يعمل تغيير درامي في حياتك بين يوم وليله، حدش يقدر يصلح لك شأنك كله بين يوم وليله الا الله. كل يوم هو في شأن. عشان كده ربنا بيسألني ويسألك أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله؟ ده سؤال اللي هو انت اللي بتجاوب عليه من حياتك انت. ناس كتير قوي بتحس ان هي محتاجة ان هي تسمع قصص اجابة دعاء حصلت للناس عشان تتشجع، رغم ان انت نفسك حياتك مليانة اجابة دعاء. انت 1000 مرة الله سبحانه وتعالى اغاثك واستجاب دعائك، مش بس انعم عليك واكرم عليك من غير دعاء واستجاب دعائك. بس الواحد ما بدأش يدرك الحقيقة دي في حياته غير لما بدأت اعمل ورقة لنفسي اسمها ورقة اجابة الدعاء. الورقة دي يعني بقالي سنين بعملها فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. اول ما عملتها مش لاقي حاجة اكتبها، ولكن كل شوية بتبدأ تكتشف، تفتكر حاجة اما بتبدأ تجمع قدام عينك ان ربي قريب مجيب. قل صدق الله، الله صادق الوعد سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نقف على باب الله في هذا اليوم المبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. اكتر دعاء هتاخد خير من الله في حياتك بسببه هو دعاء هذا اليوم. وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يعني اكتر ذكر هتاخد خير من ربنا في حياتك بسببه فاذكروني اذكركم. خلاص خلصانه يا جماعه. ولا ذكر الله اكبر، ذكر الله لك اكبر من ذكرك لما سيفعله الله لك حينما تذكره، اكبر مما تفعله في ذكر الله.